السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا ومعظم الطلبة بتغلط فيها وهي بتحل. خاصة على قاعدة الايه؟ المضارع البسيط اللي هو الايه؟ البريزنت سيمبل. طيب دلوقتي هو هتلاقيه جايب لك في الاختيارات، هتلاقيه جايب لك سؤال بيقول لك ايه I go to school، وسايب لك نقط وبيقول لك ايه اختار. وهتلاقيه جايب لك every day ككلمة واحدة و every day ككلمتين، ماشي، وبيقول لك اختار بينهم. وفي الاغلب هتلاقيه حاطط لك every day اللي هي كلمة واحدة، اول واحدة عشان خاطر ايه؟ اول حاجة عشان خاطر اول ما تشوفها تروح ايه؟ مختارها. وتيجي تفاجأ انك ايه؟ نقصت. طيب نقصت ازاي بقى؟ طيب تعالى اقول لك انا الفرق بينهم. every day ككلمة واحدة، ماشي، ديت ايه؟ صفة. اما every day اللي هي كلمتين ديت ظرف. طيب انا برضو يا مستر او يا دكتور، ماشي، ما فهمتش. طيب every day ككلمة واحدة صفة، معناها يومي او اعتيادي. ثواني. ماشي، معناها يومي او اعتيادي. ماشي، اما كظرف معناها كل يوم. برضو ما فهمتش. وانا يا ابن الحلال بقول لك ان ديت صفة، وانت طبعا عارف ان الصفة لابد ان يأتي بعدها ايه؟ اسم. ماشي، الا اذا سبقت بفيرب تو بي. ماشي، فمش مهم دلوقتي، طبعا الجمله ما فيهاش فيرب تو بي، فالمهم ايه؟ دلوقتي ان الصفه لازم يجي بعدها ايه؟ اسم. ماشي، يبقى الصفه زائد اسم. ماشي. طيب الظرف ده ظرف تكرار عادي، بيدل على زمن ايه؟ مضارع بسيط عندك، او ممكن ماضي بسيط لو عاد في الايه؟ في الماضي. طيب ينفع يجي لوحده من غير اسم؟ طبعا يجي لوحده من غير اسم. ماشي، وهيكون معناه كل يوم. طيب دلوقتي نيجي للجمله اللي هي I go to school وسايب لي نقط. فطبعا انا مش هختار اللي هي الظرف اللي هو انا عاوز اقول ايه؟ ان انا بروح المدرسه كل يوم. ماشي، يبقى I go to school every day اللي هي التانية. ماشي، اللي هي دي، اللي هي دي. تمام، يبقى ده الاختيار الايه؟ الصح. طيب هنيجي على الجمله اللي بعدها، هلاقيه بيقول لي these are my not clothes. these are my not clothes. clothes ملابس يعني ايه؟ يعني اسم. ملابس يعني اللي هي اسم يعني. ماشي، فبما انها اسم يبقى اللي قبلها ايه؟ صفة. يبقى الصفة عندي اللي هي ايه؟ اللي هي every day ككلمة واحدة. تمام، يبقى every day ككلمة واحدة. تمام، يبقى these are my everyday clothes اللي هي ايه؟ دي الملابس اللي انا بلبسها يوميا او الملابس المعتادة بالنسبة لي. تمام، يبقى الصفة جاي بعدها ايه؟ اسم. تمام، عاوز اقول الجملة اللي بعدها مثلا English is part او is a part of my not life. يبقى اقول English is a part of my not life هي تبقى ايه؟ اسم برضه. طيب الاسم قبله ايه؟ صفر. سبحان الله. يبقى اختار ايه؟ every day اللي هي ايه؟ كلمة واحدة. تمام يا دكتور. طيب عندك دلوقتي بعد كده الجملة اللي بعدها I study English. عندي every day ككلمتين و every day ككلمة واحدة، وعندي كمان daily. ماشي، اسيب لك بقى الجملة دي تحلها في الكومنتات، واكتب لي الإجابة تحت، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش تعمل لايك وفولو، واستنى اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.